السلام البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتكم سما اولاد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الشوربه ديال البلبوله بالشعير، كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتخلوا لي الاراء ديالكم. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ودابا غادي نشدوا البلبوله ديالنا. بالنسبه للبلبوله البنات ممكن تستعملوا البلبوله الشعير اولا ممكن تستعملوا البلبوله العاديه، يعني اللي متوفره عندكم ممكن انكم تستعملوه. المهم غنشدوا البلبوله وغنزيدوا عليها شويه د الماء، يعني كنديروا ليها كما كنديروا للكسكس. المهم كنديروا شويه د الماء وكنخليوها كتشرب هذاك الماء، وكنزيدوا شويه ديال الملحه ما غنديروش هنا بزاف، غنديروا غير شي شويه حيت راه غادي نزيدوا في المرحله الجايه ان شاء الله. صافي غادي نخليوها تشرب شويه، وفي هذه الاثناء غادي نسخنوا الماء. ودابا من بعد ما سخلينا الماء كما كتشوفوا غادي نديروا الكسكاس الفوق، وغادي نبداو نديروا البلبوله ديالنا هنا كتفور، يعني كنخليوها تفور، كنديروها كلها وكنخليوها حتى كتفور، ومن بعد ارجع معكم ان شاء الله باش نكملوا باقي المراحل. ودابا غادي نطحنوا هاد المكونات. غادي نحتاجوا 2 مطيشات ونص باربه، وغادي نحتاجوا بصله واحده. الباربه كنديروا غير نص. هنا عندنا الكرافس، اذا غنشدوا كل شيء غادي نطحنوا الكل. غنضيفوا مطيشه كما قلت لكم 2 مطيشه، راه كناخذوها بالقشور ديالها بكل شيء، حيت من بعد غادي نصفيو هذا الشيء كله. وغادي نديروا البصله، وغادي نديروا حتى الباربه، نص باربه. بالنسبه للباربه اللي ما بغاش يديرها ممكن يدير بلاصتها صلصه الطماطم. دابا غادي نشدوا الكل وغادي نطحنوه. غادي نزيدوا الماء، ضروري ما نزيدوا الماء، وكنطحنوا المكونات كلهم. وكما قلت لكم راه مطيشه بالقشور ديالها، حيت في الاخر غادي نصفيو جميع المكونات، غادي نصفيوهم كما غادي تشوفوا معايا. صافي دابا من بعد ما سدينا الماء غادي نطحنوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. من بعد ما طحنا المكونات مع بعضياتهم كلهم دابا غادي نصفيو هذيك المكونات كما كتشوفوا. بالنسبه للكرافس دابا عاد غنزيدهم، غادي ندير الكميه، نخلي واحد شويه ديال الكميه ديال الخليط وغادي نزيد فيه الكرافس، وغادي نعاود نخلطهم حتى هما نطحنهم مزيان، وحتى هما غادي نصفيوهم كما غادي تشوفوا معايا. المهم غادي نطحن هذا الشيء وغادي نصفي، فبقاو مع لا فيديو. ودابا من بعد ما صفيناها غادي نديروا التوابل. غادي نديروا معلقه ديال القرفه، غادي نعبروا بمعلقه صغيره، وغادي نديروا القليل من الابزار، ما نكثروش باش ما يجيش شحار. وغادي نديروا معلقه صغيره ديال الخرقوم، و2 ملاعق ديال السكنجبير، يعني يكونوا صغار، يعني بملعقه كبيره ديال السكنجبير. وغادي نديروا شويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل او العطريه درتهم بحال هكا باش ما يبقاوش مكورين، يعني باش يتطحن هذاك الشيء كله مع بعضياته. وغادي نديروا شويه ديال الزيت، وغادي نصفيو هذا الشيء مزيان كما كتشوفوا مع باقي المكونات اللي ديجا صفيت. ودابا من بعد ما صفيت المكونات كاملين كما كتشوفوا البلبوله ديالي هنا تفورات. صافي غادي نحيدها كما غادي تشوفوا معايا، والماء ديالها هو اللي غادي نستعملو
ودابا من بعد ما تفورات كما قلت لكم راه ما كنخليوهاش تفور بزاف، المهم كنفوروها غير شي شويه حيت مازال غادي طيب في الماء. صافي دابا غادي نحيدوها، وهذاك الماء هو اللي غادي نزيدو فيه المكونات اللي طحنا مع بعضياتنا وصفيناهم. اذا غادي نزيدو هذيك المكونات اللي طحنا وصفيناهم، غادي نزيدوهم، ومن بعد غادي نزيدو البلبوله ديال الشعير، يعني البلبوله ديالنا اللي فورنا غادي نزيدوها في هذا الخليط كما غادي تشوفوا معايا. وهنا زديت واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر مطحون، وغادي نخلط العناصر حتى يندمجوا مزيان مع بعضياتهم. كما كتشوفوا هذا اللون راه هذيك البربه هي اللي كتعطي هذا اللون. يعني قلت لكم ممكن انكم ما تستعملوش نهائيا البربه، ممكن انكم ديروا صلصه الطماطم، غير هذا اللون بالبربه كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا. دابا صافي غادي نبداو نزيدوا البلبوله ديالنا كما كتشوفوا. دابا من بعد ما غلات لينا مزيان كما كتشوفوا غادي نزيدوا البلبوله، يعني كنخليوها حتى كتغلي مزيان، عاد كنبداو نزيدوا البلبوله شويه بشويه كما كتشوفوا. غادي نستمروا بحال هكا حتى نزيدوا البلبوله ديالنا كامله. ودابا غادي نخلطوا كما كتشوفوا. هذه هي البلبوله ديالنا كما كتشوفوا. دابا غادي نخليوها تزيد طيب، ونعاود نتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البلبوله اللي حضرت معكم اليوم ديال الشعير. كتجي لذيذه بزاف واكثر من رائعه، خصوصا زوينه في هذا الجو هدايا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكا ان شاء الله توصلوا بكل جديد، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.